عايزك تتخيل معايا حيوان مفترس نسبة نجاحه في الصيد بتوصل ل 95%، يعني من كل 100 محاولة للصيد بيفشل بس في 5 مرات. الحيوان ده مش أسد ولا صقر ولا حتى سمكة قرش، لكن حشرة صغيرة ممكن تكون شفتها أكتر من 100 مرة قبل كده، بس عمرك ما فكرت فيها إنها ممكن تكون واحد من أخطر الصيادين في الطبيعة كلها. الحشرة دي اسمها اليعسوب، والمميز فيه إن الكائن ده طيار أشطر من أغلب الحشرات، وصياد أدق من أغلب الطيور الجارحة، وعيونه بتعتبر واحدة من أعقد العيون في عالم الحشرات والحيوانات كلها. والأغرب من كل ده إن بالرغم من إن اليعسوب حشرة طائرة، لكن حياته ما بتبدأش في الهواء ولا في البر أصلا، ده بيبقى وحش مفترس تحت المية. ففي الفيديو ده هنعرف ليه اليعسوب واحد من أخطر الصيادين في الطبيعة، وإزاي بيطير بطريقة العلماء مش قادرين يقلدوها لحد دلوقتي، وليه وجوده في مكان معين بيكون مؤشر على نظافة البيئة دي. فيلا بينا نبدأ على طول. خلينا نبدأ بحقيقة غريبة جدا. اليعسوب أقدم مما تتخيل. لو رجعنا بالزمن حوالي 300 مليون سنة لورا، فهتكون الأرض ساعتها مختلفة تماما. لا كان في طيور ولا ثدييات ولا حتى الديناصورات نفسها كانت ظهرت، لأن ظهور الديناصورات كان تقريبا من 230 مليون سنة. لكن كان في حاجة بتحكم السماء، اليعاسيب العملاقة أجداد اليعسوب الموجود دلوقتي. كان طول جناح الواحد منهم بيوصل لتقريبا 70 سنتي، يعني تقدر تتخيل الكائن ده إنه كان يعسوب بحجم صقر. السبب الأغلب للحجم الضخم ده إن نسبة الأكسجين في الجو ساعتها كانت أعلى بكتير من النسبة الموجودة دلوقتي، وده بيساعد الحشرات إن هي توصل لحجم أكبر. ومع مرور الزمن بقى وانخفاض نسبة الأكسجين دي، اختفت معاها الحشرات العملاقة، واللي فضل معانا دلوقتي هو النسخة الأصغر منها لكن بنفس القدرات الخارقة تقريبا. لكن اللي بيخليه مميز فعلا مش عمره ولا إنه قديم على الأرض. أنا عايزك تركز في طيرانه. معظم الحشرات بتطير بنفس الطريقة تقريبا، ترفع جناحاتها وتنزلها وترفرف بيها في اتجاه واحد. انما صاحبنا ده بقى مختلف تماما. اليعسوب عنده 4 أجنحة منفصلة، وكل جناح بيتحرك بشكل مستقل عن التاني، ما بيتحركوش كلهم مع بعض. الميزة دي بتسمح له انه يطير لقدام وورا، ويطلع لفوق وينزل لتحت، وحتى يقدر يفضل واقف ثابت في الهواء تقريبا زي الهليكوبتر. الكلام ده مع سرعة بتوصل ل 45 كيلومتر في الساعة. والسر الحقيقي كمان مش بس في السرعة، السر في التحكم وقدرته على المناورة. اليعسوب ممكن يغير اتجاهه وهو طاير فجأة في كسر من الثانية، عشان كده العلماء بيعتبروه واحد من أفضل الطيارين في عالم الحشرات كلها. وبالرغم من المميزات دي كلها، فبرضه الطيران والقدرة على المناورة لوحدهم مش كفاية، لازم يكون معاهم عيون خارقة تخدم عليهم، وده بالظبط هو اللي عند اليعسوب. لو قربت من يعسوب بالمسافة اللي تسمح يعني وبصيت على راسه، هتلاحظ حاجة غريبة. الراس معظم مساحتها عبارة عن عيون، والعيون دي اسمها عيون مركبة. لفهم الفرق بين العيون البسيطة والعيون المركبة، ممكن نبص على عين الإنسان. هنلاقيها بتتكون من عدسة واحدة بتركز الضوء على خلايا حساسة للضوء، وبعد كده بتدي صورة واضحة وألوان محددة. لكن حاجة زي اليعسوب فعينه بتتكون من آلاف العدسات أو الوحدات الصغيرة. بعض الأنواع ممكن يكون عندها 30 ألف عدسة في العين الواحدة. والعين المركبة دي بتديله مجال واسع جدا للرؤية، تقريبا 360 درجة، وبتخليه يكشف أي تغير في الحركة قدامه بسرعة جدا. وده نتيجته بتبقى إنه يقدر يحدد مكان الفريسة ويركز عليها بدقة عالية. ودي مسألة حياة أو موت بالنسبة لكائن زي اليعسوب بيصطاد فريسته وهي طايرة في الجو. وأيوة أنت فهمت صح، العلماء اكتشفوا إن اليعسوب مش بس بيطارد الفريسة، ده بيتوقع مكانها. لما صقر أو أي طائر جارح بيطارد فريسة بيجري وراها، لكن اليعسوب بقى أذكى شوية. الدراسات اللي اتعملت اكتشفت ان اليعسوب بيحسب المكان اللي الفريسه هتوصل له بعد لحظه، وده عن طريق انه بيقدر يعمل توقع لمسارها، وبعد كده بيروح لنقطه التقاطع دي بكل بساطه بدل ما يقعد يجري وراها. وده السبب ان نسبه نجاحه في الصيد بتوصل لحوالي من 90 ل 95%. ولو جينا نقارن هنلاقي حاجه زي الاسد ملك الغابه بذات نفسه نسبه نجاحه ما بتعديش ال 30% في احسن الاحوال، يعني تلتين محاولات الاسد في الصيد بتفشل. ونسبه اليعسوب دي هي الاعلى والاصعب في التحقيق كمان، لان كل ده بيحصل في الهواء والفريسه طايره، واليعسوب نفسه هو كمان طاير. اليعسوب ممكن يصطاد حاجات كتير يتغذى عليها زي الدبان والناموس والفراشات واحيانا النحل وحتى اليعاسيب الصغيره كمان. بيمسك الفريسه برجليه الاماميه ويبدا ينقنق فيها وهو طاير، حتى ما بيحتاجش يقف، والعمليه كلها ما بتاخدش شويه ثواني. وخلينا افاجئك واقول لك ان اخطر واطول مرحله في حياه اليعسوب مش على الارض ولا في السماء اصلا، لكن تحت الميه. انثى اليعسوب بتحط البيض بتاعها في الميه الهاديه زي الترع والبحيرات
البحيرات والمستنقعات او على النباتات المائية اللي عايشة في الحتت دي. وبعد الفأس بيطلع منها كائن مختلف تماما اسمه حورية اليعسوب. الحورية دي شكلها مختلف تماما عن اليعسوب البالغ، وبتعيش تحت المية كام شهر كده او سنة وممكن سنتين. في بعض الانواع ممكن تبقى 90% من حياة اليعسوب هي المرحلة اللي تحت المية دي. وعلى مدار الفترة دي ما بيبقاش كائن ضعيف بقى وصغير ومستني انه يكبر، بالعكس هو بيبقى مفترس حقيقي، بيصطاد ديدان واسماك صغيرة وضفادع صغيرة، واي حاجة تيجي قدامه يقدر يمسكها ما بيسميش عليها. والحورية دي ربنا خلق لها جزء في بقها قابل للتمدد بيبقى مستخبي تحت راسها، وفي لمح البصر بينطلق وتمسك بيه الفريسة في غمضة عين ويرجع لوضعه الطبيعي تاني زي ما كانت واقفة في لحظة واحدة. وبتفضل حورية اليعسوب عايشة حياتها وبتاكل بالطريقة دي لحد ما تكبر وتخرج فوق سطح المية، وبعدين تتعلق في جسم اي نبات او صخرة، وبتبدأ عملية التحول اللي هي واحدة من اغرب المشاهد في عالم الحشرات. جلد الحورية من بره بيتشقق ومن جواه بيطلع اليعسوب البالغ بالشكل اللي انت عارفه. وفي الوقت ده في بداية حياة اليعسوب البالغ جناحاته بتكون طرية ومكرمشة ومتطبقة في بعضها كده، لكن بعد شوية وقت قصير مش طويل الأجنحة دي بتتفرد والجسم بيقوى لدرجة ان اليعسوب بيبقى جاهز يبدأ أول رحلة طيران في حياته، الرحلة اللي بتنتهي غالبا بصيد أول فريسة. اليعسوب ممكن يكون صغير وفي تفكيرك وانت بتتفرج على الفيديو انه مجرد حشرة عادي يعني، لكن هو في الحقيقة تأثيره كبير والبشر ما يقدروش يستغنوا عنه، عشان اليعسوب بياكل كميات كبيرة من البعوض او الناموس، والناموس ده كلنا عارفين انه بينقل امراض خطيرة للبشر، وبعد كده المرض ده ممكن ينتشر في كل حتة في العالم. عشان كده وجود اليعسيب في مكان معين بيساعد طبيعيا في تقليل عدد الناموس الموجود في نفس المكان. اليعاسيب كمان مهمة للعلماء بسبب حاجة تاني غير كده، وهو ان الحورية زي ما قلنا بعد ما بتخرج من البيضة بتعيش تحت المية. لو المية دي كانت ملوثة زيادة عن اللزوم فغالبا هي ما بتقدرش تعيش. عشان كده العلماء لما بيدرسوا بيئة بحيرة او نهر لو لقوا فيها عدد كبير من اليعاسيب والحوريات فغالبا المية دي مش ملوثة والبيئة حواليها صحية. يعني المخلوق الصغير ده مش بس صياد جامد، لا ده كمان مؤشر حيوي لصحة البيئة والطبيعة من حواليك، ووجوده في اي مكان بيعني ان المكان ده لسه فيه قدر من الصحة والتوازن البيئي. اليعسوب ممكن يبان حشرة او مخلوق صغير بيعدي من قدامك في ثواني، لكن الحقيقة انك في اللحظة دي بتبقى شفت واحد من اشطر الحشرات الطيارة في العالم، بنسبة نجاح مرعبة في الصيد من كائن بدأ حياته اصلا كوحش مستخبي تحت المية، ولا بيطير ولا عايش على الارض اصلا. كل ده طبعا غير انه زي ما قلت لك في الاول اليعسوب كائن اقدم من الديناصورات على كوكب الارض، وكل ده في حشرة وزنها اقل من جرام واحد. وده يخلينا نفكر شوية قد ايه احنا ممكن نكون بنتجاهل مخلوقات في الطبيعة ممكن يكون عندها قدرات ما تخطرش على بالنا اصلا. وبس كده خلاص، دلوقتي يكون كل الكلام اللي كنت محضره عن اليعسوب لفيديو النهاردة خلص خلاص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، حسيت ان انتوا حبيتوا اكتر الفيديوهات اللي احنا بنمسك فيها حيوان واحد ونفضل نتكلم عنه وعن تفاصيل حياته طول الفيديو. فلو عجبكم فعلا قولولي في الكومنتات، عشان الحيوانات اللي لسه ما اتكلمناش عليها اكتر بكتير من اللي اتكلمنا عليها. وهستنى رأيك انك تعرفني ان الفيديو عجبك من خلال ان انت تنزل تدوس لايك وتشترك في القناة من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. ولو كنت اول مرة تشوفني يا سيدي خش خد لك لفة كده في باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.